في هذه الآونة الأخيرة سمعنا كثيرا بأن بعض الشباب تتوارد بينهم قصص أو أحاديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن ضمن هذه القصص أنه رسول الله صلى الله عليه وآله أسس وكون علاقة مع خديجة الكبرى سلام الله عليه قبل أن يتزوجا. هل رجعنا إلى تاريخ النبي وهل سمعنا بحياة النبي الأكرم حتى ننسب إليه هكذا قصص؟ لكن للأسف أن بعض الشباب من المؤمنين يريدون أن يسيرون بسيرة النبي الأكرم، لكن هنالك بعض الغربيين الذين يدسون بعض الأفكار السامة في حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لكي يحرفوا الشباب من خلال هذه الأمور. من خلال الدين يحرفوا ماذا؟ يحرف الإنسان المتدين، فهو ما يسعى إلى ماذا؟ إلى الإنسان المستشرق، الإنسان الغربي البعيد عن ماذا؟ عن الدين، وإنما يسعى إلى أن يحرف الإنسان الملتزم، الإنسان المتدين الذي يعرف الله سبحانه وتعالى. وأيضا طبعا رسول الله حاشاه، لا بد أن نطلع على حياة النبي الأكرم المباركة ونرى بأنه لم يسعى إلى هكذا أمور، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله. صحيح أن رسول الله قال ثلاثة أحبها كذا، واحدة منها حب النساء. حب النساء ليس كل امرأة، بل زوجته، بل بناته، هكذا، لأن أهل الجاهلية سابقا كانوا يكرهون النساء، حتى نسمع أنه كانوا يدفنون النساء إذا ولدت لهم بنتا يدفنوها حية، ولهذا ذكر القرآن وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فلذا النبي صلى الله عليه وآله أشار إشارة لطيفة جدا. أيضا هنالك حديث سمعناه كثيرا، بعض الشباب ينسبونه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يقولون، لا أقول النبي الأكرم قال، بل يقولون أنه رسول الله قال لم أر للمتحابين إلا النكاح أو الزواج. طبعا هذا الحديث لا أصل له في الطرفين، يعني في طرف الشيعة وفي طرف السنة، حتى بأن بعض علماء السنة لم يصححوا هكذا حديث، ويقولون بأنه أحد علمائهم طبعا اللي هو ابن عثيمين يقول بأنه هذا الحديث لا أصل له وحديث موضوع مكذوب. إذا كانت الشيعة الذين يدققون في الكثير من الأمور والكثير من الأحاديث هذا لم يرد لهم، وفوق ذلك بأنه لم يرد حتى عند أبناء السنة، فكيف نصححه نحن ونأخذه ونتداوله بين ألسنتنا؟ لا، والمشكلة الكبرى بأننا ننسبه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أيحب أحدنا أن ينسب كلاما إلى نفسه أو ينسبون كلاما إلى نفسه وهو لم يرضى بذلك؟ أكيد لا. أنا لو نسب إلي كلام لا أقبل بذلك كيف أرضى؟ فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو الأولى بأننا ننفي عنه هكذا قضايا.